محجوب حميدة رئيس المجلس الإقليمي لمدينة توريرت، اليوم أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما يرمي برفض الطلب المقدم ضدكم. أنتم بصفتكم كيف تلقيتم الخبر؟ فعلا تلقيت الخبر لأن عندي ثقة تامة في القضاء ديالنا ديال المملكة المغربية، والحمد لله الحكم كان منصف وكان حكم، لأن كنعرفوا أن القضاء مستقل وكنعرفوا النزاهة ديالو الحمد لله على صعيد المملكة وبالأخص على صعيد ديال الجهة الشرقية. فأول حالة هذه اللي وقعت كرئيس مجلس إقليمي، فالحمد لله كان منتظر أن القضاء ونعرفه نزيه. فهاد الشيء كله وقع لي على أساس أني كوني رئيس المجلس الإقليمي كان هاد الخصوم ديالنا اللي أنا كنتمي لواحد الحزب وهو حزب العدالة والتنمية، كان الغرض ديالهم هو تشويش أولا على الصورة ديالي كرئيس، وثانيا كوني أني أتصدر اللائحة ان شاء الله المقبله ديال العداله والتنميه حول البرلمان. وهذا الشيء هذا الحمد لله زادني قوه على قوه، وحنا كنثيقوا الان في القضاء ديالنا الحمد لله، كنثيقوا فيه وكنتمناو ان شاء الله الخير للجميع. وشكرا.